انا مواطن مصري وليا انا بس عايز اسالك سؤال اللي بتقول سياده الرئيس انت. فين الرئيس بتاعك ده؟ فين الرئيس بتاعك ده؟ انا عايز حد يقول لي فين رئيس العصابه اللي عمال يمص دمك ده؟ خلي عندكم دم يا ناس ونادوا بعض. خلي عندكم دم وانا بناديكم اهو. لا سبيل الا بالثوره، لا سبيل الا للثوره. وقوف نتحد، اتحادنا قوه بالقوه. 110 مليون قاعدين بتتنيلوا وبتتفرجوا علينا ليه؟ انت اللي عايش في الخاره. انت قاعد مستني حد يقول لك تجيب حقك في بلدك. انا عايز افهم. مصر اتباعت، مخدراتها اتباعت، مؤسساتها بتتباع، اراضيها بتتباع، كل حاجه بتتباع. خلاص مصر يا باشا على عينك يا تاجر. اتباعت على المشاعر اللي يسوى واللي ما يسواش، اتباعت للحراميه، اتباعت لاولاد العم، اتباعت للي عايزين يحكموا العالم، وانت قاعد ضيف عليها مستني موتك. انت مستني موتك ودورك جاي، ورب الكعبه ما هيحل حد فيكم بحق لا اله الا الله. لا اتراجع لا عن حقي ولا عن حق بلدي، وخليكم شاهدين عليا اول باول، وانا مش هاممني مخلوق لاني بتكلم عن حقي. يا زمن في النفاق، يا زمن في الدفه اتقلبت، الحق بقى باطل والباطل بقى حق. زمن النفاق الرويبضه، صدقت يا رسول الله، زمن الرويبضه. واقفين لكم بالمرصاد وعلى قلب رجل واحد وهنجمد قلبكم، ولازم تطلع بالملايين في كل شوارع مصر وتحبوا حبتكم، واي واحد يقف لك بالسلاح كتبوا عشان نحاسب. اطلعوا يجروا منكم، لان الاتحاد قوه، قوه، الاتحاد قوه. سمعتوا؟ لا سبيل الا بالقوه. اتحادنا قوه. امال ايه؟ ده احنا 110 مليون يا ابني، ده انت تهز الكره الارضيه كلها، الكون كله يعمل لك حساب. شوفوا في 2011 والله، في 2011 يا ناس والله ده حصل، العالم كله كان بينبوا بيك المثل. خلي عندكم دم، والشعب المصري رجال لازم يقف بذاته بنفسه باجياله بحياته. دي ارضك، ده وطنك، ده بيتك، ده شغلك، دي مؤسساتك، دي حياتك، دي حياه اجيالك. انت ضربت بالنار وقاعد عملت تولول. عندك اجيال لازم نسيب لها حاجه. خلاص بقى انت بقى على نفسك ليه؟ احنا انا لو متاكد ان انتوا هتخرجوا دلوقتي اول ما واحد فينا ينزل من على المطار ويقف معاكم كان الواحد نزل من الصبح والله. انما مش متاكد من ده. انتوا قاعدين عمالين تتفرجوا، مستنيين واحد يزقكم، مستنيين قائد لغايه لما القائد الهمام البطل القومي خلاكم ضيوف عليها وضيوف تقال. مالكمش انك تعيشوا فيها. شوف بعينيك، شوف عيشتك، شوف عيشتك انت وهي، ورب الكعبه ما هنسكت عليك يا عبد الفتاح يا سيسي. لا انت ولا اتباعك ولا حكم العسكر، الانيه ابو زرقاء اللي متطعم باولاد العم اللي امتلكوا وعبوا الكروش. احنا فاهمينكم كويس وقاعدين لكم كويس قوي قوي قوي، وطول ما فينا نفس ممكن تصفوني هنا، بس طول ما انا فيها نفس والله ما ساكت عليكم ليوم القيامه لحد ما امتلك الارض. كلامنا بينا بيدك وبلسانك وبقلبك، وهذا اضعف الايمان. بيدك وبلسانك وبقلبك، وهذا اضعف الايمان. لساني وقلبي وايدي، ايدي لوحدها ما بتسقفش. لازم نقف نقطع المخططات بايدك، باتحادنا. ايدك في ايد اخوك كده، ايدك في ايدي، واقفين في الارض. الثوره هي الحل، الثوره هي الحل، واللي جايه انتفاضه شعبيه عارمه، مش ثوره فقط، عارمه على الذل والظلم والهوان والحقوق ولعنه الدم والدين والوطن، كل شيء كله. واجيالك اللي جايه اللي انت ما تتحسرش قصاد المرايه يا اخويا يا اختي في مصر. ما تقفش قصاد المرايه يا ابني. اعمل لك ايه في الخيبه اللي احنا عايشينها دي؟ انا جبتك للدنيا عشان اذلك معايا. خلي عندكم دم وعرق النخوه ينفض شويه على الدين والعرض والوطن. على الدين والعرض، عرضين اللي في السجون اللي اغتصبوا من بلادكم. وشوفوا العزريه في 2011، جيشك العظيم عبد المأمور. سامعني يا جندي؟ يا جندي انا ارجل من اللي خلفك يا جندي. يا عبد المأمور مش عبد الله. اخوك واخويا وابن عمي وابن عمك بقولها له. مش احنا كلنا ولاد البلد دي؟ ولا انتوا بس ما بتحترموش الا الاقوى اللي معاه سلاح، اذا كان شرطه ولا جيش، عشان بيهينك ويذلك. عيب، خلي عندك كرامه كده، ارفع راسك. انت مصري ولا ايه؟ مصري يا مصريه. ما بتحترموش الا القوي اللي معاه سلاح. هو ده المحترم؟ يا منافقين يا افاقين يا عظمات الشرف. كن راجل، لا تهب الا الله ولا تخاف الموت. انا ليا حق في بلدي ما اسكتش عليها حتى بلساني. اوعوا تسكتوا على حقوقكم وعلي صوتك، والا هتموت. وعايزك تموت وانت ساكت كده، عايز يخلص من النوم. لازم يقننوا الشعب والباقي يبقى عبيد بلا شرف بلا نخوه، اللي هم بقى عاملين يدافعوا عنه دول. فهمت؟ اللي بياكلوا الفتات. اوعى تستسلم. مشكلتنا يا شعب مصر احنا نفسنا قصير. خلي عندك قوه وعزيمه، ولسانك ده ما تحطوش جوه بقك، لازم تخرجه بره وتطلعه له كمان. لان هو قاعد في المكيف دلوقتي عمال يضحك على الشعب المصري. هو ولاد العم خدام ليهم. اللي مش هيلاقوا زيه مش هيلاقوا زيه في الكون. يسلم مصر تسليم اهالي كده، بطل قومي ليهم. هم قالوها، احنا ما كناش نتخيل بالسرعه دي ان الخاين اللي يجي يحكمها في مصر الجاسوس يسلمها تسليم اهالي كده. والعالم كله شاهد وساكت، لانه بيطعم العالم كله. خير بلدك كله
ها العالم كله استفاد منه، الدول كلها استفادت. حتى اسال الخلايجه كده المناديب، اسال الخلايجه المناديب، ها اسال كده الامارات كده والسعوديه، لا عايشين على حسكم وحس بلدكم. عيني عليك يا بلدي، مش هنسكت عليها. والله ما ساكت على جثتي، الله المستعان. احذروا حكم العسكر، حكم العسكر خاين، حكم العسكر خاين. سامعني يا جندي يا غلبان، سامعني يا ظابط يا اللي فاهم اللي بقوله كويس، يا ظابط الجيش. ها عاجبك كده؟ شرطونا بره وجوه، انا في الشارع واهالينا في الشارع اللي شرطوها من بيوتها، وانت تعلم مأجور. عاجبك كده يا جندي يا غلبان؟ عاجبك كده يا جندي يا بتاع المخلة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، بتدافعوا عن الطواغيت اللي باعوا بلدنا. حسبنا الله في الجيش المصري العظيم، حسبنا الله فيكم اخويا واخوك وابن عمي وابن عمك. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، ربنا ينتقم منكم يا بعدة. يا رب يرنا فيكم يوم، يا رب أرنا في الظالمين عجائب قدرتك، يا رب ترنا في الظالمين عجائب قدرتك. ربنا ينتقم من الشعب اللي ساكت، وربنا ينتقم من الجيش العظيم اللي خان ها وبيحمل كلب الجاسوس الخاين. وحسبنا الله ونعم الوكيل.